أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، بنرحب بكم وبنقول لكم كل سنة وانتم طيبين في بداية العام الدراسي. النهاردة بناخد أول درس في الدراسات وهو ظواهر كونية. في درس ظواهر كونية بنتعرف على بعض الظواهر اللي بتظهر لنا في الكون من حوالينا. بيعتقد العلماء إن هم ما يعرفوش أكتر من 10% من أسرار الكون، أما الباقي فهو ينتظر من يستكشفه، وسوف نتعرف على بعض أسرار الكون. في عندنا حاجات في السماء احنا بنشوفها. أهم الظواهر الكونية اللي بنشوفها في السماء النجوم، الكواكب، المجرات، السدم، الشهب، النيازك. النجوم النجوم طبعا أبرزها وأشهرها الشمس. كلنا كل يوم بنشوف الشمس. طيب الشمس دي عبارة عن إيه؟ أجسام كبيرة الحجم، مضيئة، بتطلع ضوء، ومتوهجة، تشع ضوء وحرارة. تختلف ألوانها. ليه بتختلف ألوانها؟ حسب درجة حرارتها. يبقى لما يجي لي سؤال ويقول لي بما تفسر اختلاف ألوان النجوم، أقول له بسبب اختلاف درجة حرارتها. طيب النجوم صلبة؟ لا، النجوم غازية. يبقى أنا أخد بالي إن النجوم غازية، غازات. طب أقرب نجم للأرض إيه؟ الشمس. أقرب نجم للأرض هو الشمس. قلنا إن أكتر النجوم حرارة لونها أزرق، أقل النجوم حرارة لونها أحمر. يبقى أنا عندي النجوم لونين، أحمر وأزرق. الأزرق أكتر حرارة. طيب لما يجي لي دلوقتي سؤال يقول لي أهمية الشمس إيه؟ إيه أهمية الشمس بالنسبة للأرض؟ أقول له هي مصدر الضوء والحرارة. يبقى الشمس هو النجم الذي يمدنا أو يمد الأرض بالضوء والحرارة. بالنسبة للكواكب هي أجسام صغيرة نسبيا يعني بالنسبة للنجوم. معتمة. معتمة إزاي؟ ده احنا عندنا الأرض منورة ولا تشع ضوء ولا حرارة. إزاي؟ ده احنا عندنا الأرض منورة. لا، النجوم بتستمد ضوءها منين؟ الأرض بتستمد ضوءها من النجوم. يبقى أنا عندي الكواكب بتدور حوالين النجوم في مدارات بيضاوية محددة، وبتستمد منها ضوءها. زي ما احنا شايفين هنا هنلاقي النجوم اللي هو نجم الشمس وحواليه الكواكب، عطارد والأرض والزهرة والمريخ وبلوتو والمشتري، كل الكواكب دي بتدور في مدارات. الدايرة دهيت اسمها مدارات، دي زي السكة الحديد، الكوكب ما بيطلعش منها. ماشي؟ يبقى أنا عندي كل كوكب بيدور في مدار حوالين النجم بتاع المجموعة بتاعتنا اللي هو الشمس، عشان كده مجموعتنا اسمها المجموعة الشمسية. طيب من أمثلة الكواكب إيه؟ كوكب الأرض. من أمثلة النجوم إيه؟ الشمس. تدور حول الكواكب أجسام تسمى الأقمار. يعني إيه أقمار؟ قال لك الأقمار هي أجسام معتمة. يبقى أنا خدت دلوقتي جسم مضيء اللي هو النجوم، وجسمين معتمين اللي هي الكواكب والأقمار. أصغر حجما من الكواكب، يبقى أنا عندي الأقمار أصغر من الكواكب، والكواكب أصغر من النجوم. طب الأقمار بترتبط مع الكواكب بفعل إيه؟ إيه اللي بيخلي القمر ما يسيبش الأرض ويروح في أي حتة تانية؟ لا، مرتبط معاه بفعل الجاذبية. يبقى أنا عندي القمر أهوت بيدور حوالين الأرض، مرتبط معاه. ما ينفعش القمر ده يطلع جري الناحية دي أو الناحية دي، لا. إيه اللي ربطه؟ الجاذبية. ماشي يا حبايبي؟ طيب لو جالي سؤال وقال لي بما تفسر يظهر القمر مضيئا رغم انه جسم معتم، اقول له لانه بيعكس ضوء الشمس. الشكل ده بيوضح لنا انا عندي الارض اهيت، الارض اهي، والشمس اهي، والقمر اهو. الشمس بتدي الضوء للقمر، القمر زي المراية بيقوم مرجع الضوء للارض. يبقى القمر دهوت عامل زي المراية بالظبط، بيرجع الضوء للأرض. يبقى القمر بيعكس ضوء الشمس. القمر بيعكس ضوء إيه؟ الشمس. لكن الأرض زي ما احنا شايفين بتستمد مباشرة ضوءها من الشمس. يبقى الأرض بتستمد ضوءها من الشمس،
لكن القمر بيعكس ضوء الشمس. يبقى أنا عندي القمر معتم، الأرض معتمة، الشمس مضيء. الشمس نجم، الأرض كوكب، القمر قمر زي ما احنا عارفين.